تخيل تصحى من النوم وعينيك مفتوحة، لكن جسمك مش بيتحرك. تحس بخنقة، كأن في حاجة واقفة على صدرك، وتشوف ظل واقف في الركن بتحاول تصرخ بس صوتك مش خارج. دي مش أسطورة ولا حلم، دي ظاهرة حقيقية اسمها الجاثوم. ملايين الناس في العالم مرت بنفس اللحظة. جسمك يتشلى، تحس بكيان غريب في الغرفة، تشوف ظل طويل أو رجل لابس قبعة زي ما بيتوصف في أمريكا، تسمع همسات أو خطوات جاية ناحيتك، وتحس إن روحك خارجة من جسمك. اللحظة بتستمر ثواني، لكن بتبان زي ساعات. الجاثوم مش حاجة جديدة، هو اتكتب عنه من آلاف السنين. عند العرب تسمى الجاثوم أو الكابوس. مثلا ابن سينا وصفه في كتاب القانون في الطب وقال إنه اختناق أثناء النوم. وأيضا الرازي سماه الخانق. وفي التراث الأوروبي كان إنكوبوس أو أولد هاج، شيطان بيسيطر على النائم. وفي اليابان كان شيباري، معناها مربوط بالحديد. حتى اللوحة الشهيرة The Nightmare لهنري فيوسيلي سنة 1780 جسدت اللحظة، ست نائمة وشيطان جاثم على صدرها. ظاهرة الجاثوم ألهمت كثير من المخرجين. The Nightmare 2015 وثائقي لرودني آشر جاب قصص لناس حقيقيين. وفيلم Dead Awake 2016 بطولة جوسلين دوناهو. وكمان Slumber 2017 بطولة ماجي كيو. وأخيرا مارا 2018 بطولة أولغا كوريلينكو. طب ليه بيحصل؟ العلم بيقول إن ده مرتبط بمرحلة ريم سليب، المخ فيها صاحي والأحلام شغالة والجسم مقفول عشان ما يتحركش. ساعات العقل يفوق والجسم يفضل مشلول، وهنا بيحصل الخلل. نصفك عايش الحلم والنص التاني واعي. المخ يخلق هلوسات مرعبة، وعشان كده الناس افتكروه جن. في باحثين والدراسات كتير اتكلموا عن الجاثوم. سنة 1982 ديفيد هافورد نشر كتاب The Terror That Comes in the Night. وفي التسعينات آلان تشيني عمل استبيان وتارلو وقسم التجربة ل3 أنواع. كمان في سنة 2015 براين شاربلس كتب كتاب كامل عن شلل النوم. وأخيرا بالند جلال كامبريدج هارفارد بيطور طرق علاج بالتأمل. كمان في مشاهير اتكلموا عن الجاثوم وتجارب واقعية حصلت، مثل أريانا جراندي حكت إنها شافت أشباح وقت الجاثوم. وكمان زين مالك قال بحس نفسي مشلول والكوابيس بتبقى حقيقية. وزي كمان نيكولا تسلا وصفه بنوبات هلوسة وشلل. وأخيرا بيلي آيليش قالت إنها بتستلهم أغانيها من كوابيس الجاثوم. خلينا نتكلم ونشرح إزاي نتعامل مع الجاثوم. أولا، نام بانتظام من 7 إلى 8 ساعات. ثانيا، بلاش تنام على ظهرك. ثالثا، ياريت تقلل الكافيين. رابعا، جرب التأمل والاسترخاء، ولو متكرر بشكل مزعج استشير دكتور متخصص في الصحة النفسية. الخلاصة، الجاثوم مش جن، هو خلل بين النوم والصحيان، لكن عشان بيجي مع هلوسات مرعبة اتفسر عبر العصور كشيطان أو جن. هو مزيج بين العلم والرعب، بين الحلم والواقع. ولو حابب تكتشف أسرار تانية عن العالم المخفي حوالينا، خلي بالك، ممكن الفيديو الجاي يفتح لك باب كنت فاكره مقفول. سيب بصمتك واعمل لايك وسبسكرايب، وخلي عينيك مفتوحة علشان محدش بياخد باله.